وأنا أقول لكم إنه أما أن نبني وطن وأما أن نذهب، يجب أن نبني وطن مثل الأوطان الأخرى. أنا أرجع من الدوحة أبكي، أشوف الدوحة بهذا الحال وأشوف صنعاء بهذا الحال، ولا بدنا عدن ولا تعز ولا هذا يحزني نفسي. يا أخوانا أنا في آخر عمري، لكن اشتياقي أشوف وطن يحيا فيه أولادي وكل أبناء الوطن أولادي وأحفادي. بنضل نعيش هكذا الدهر كله، مش معقول. العالم كله يتقدم، إثيوبيا تتقدم، جيبوتي تتقدم جنبنا، دول عربية كانت متخلفة عنا اليوم أفضل منا بكثير. حرام هذا الكلام. يجب أن نتعاون، يجب أن ننهى عن المناكر، يجب أن نقول كلمة الحق أمام أكبر مسؤول. والله إذا سكتنا عن قول الحق فنحن شياطين خرس. نحن في نظر الناس وفي نظر أرحم الراحمين نحن أسوأ الناس إذا سكتنا عن الباطل. يجب أن نقول كلمة الحق، ويجب أن نتعاون في بناء وطننا. هذا وطننا جميعا. تأكدوا إنه إذا كان يعني ننتظر إنه يبقى وطننا يعيش على هذا الحال فنحن مخطئون. نحن سنذهب لنصبح مثل الصومال أو مثل أي أفغانستان، مش معقول يعني. نحن نشتي وطن نحيا فيه، نسير فيه في الشارع بدون أي شيء، لا في خوف، لا في تارات، لا في حقد، لا في. يجب أن نتآخى، يجب أن نتعايش، يجب أن نكون إخوان. هذا وطننا جميعا، كلنا شركاء فيه، كلنا لنا الحق فيه. ما فيش حد له حق في هذا الوطن وغيره ما له حق، كلنا لنا الحق في هذا الوطن. وأنا أقول لكم حاجة واحدة، اللي يطمع في الحكم من أجل مال فهو داهب، وتأكدوا بينتهي نهاية سيئة. واللي يريد أما أن تختار أن تدخل التاريخ ولا تدخل البنك كحاكم. أنا أريد أدخل التاريخ، ما أريد أدخل البنك. السلام عليكم.